ازيكم عاملين ايه؟ وحلقه جديده من معزوم على الفطار 2. النهارده نجمنا ونجم حلقتنا اقدر اقول عليه برنس الريال استيت، صاحب الارقام القياسيه، واحد من اشهر الريال استيت ايجنت في جي تي اي. احنا بنتكلم على 13 14 سنه في المجال. مش بس بيبيع للجاليه اللبنانيه بما انه لبناني، لا بيبيع للجاليه العربيه وللكنديين عموما. معنا ومعاكم الاستاذ غسان داخل. ازيك يا فندم؟ ماشي الحال. رمضان كريم. الله ينور عليك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كتر خير الله. الحمد لله حبيبي ماشي حبيبي. الحال حبيبي. احنا سعداء طبعا بوجودك معانا، واللي ما يعرفش استاذ غسان فهو فعلا من الناس يعني الستارز في مجال الريل ستيت. وزي ما قلت لكم في المقدمه، هو عنده يعني افكار، حاجات جددها، صاحب فورمولا ومعادله في شراء البيوت. النهارده حلقتنا احنا عايزين اي حد بيفكر ان هو يشتري بيت عايزين نساعده. ايه الحاجات اللي يقدر يعني يعتبرها لما يجي يشتري بيت؟ ايه البوينتس؟ ليه يشتري بيت؟ ليه يقعد يأجر مدة طويلة؟ ليه يضيع على نفسه فرصة من فرص الثراء؟ وهنتكلم في الموضوع دوت. هنتكلم على رمضان طبعا، وهنتكلم على ذكرياتنا في رمضان، اذا كان في لبنان او اذا كان في كندا. وخلينا نبلش على جولكو، صح كده؟ نحن جاهزين حبيبي. تمام. احنا جينا كندا امتى؟ انا استاذ منتصر، اول شيء انا بقول لك ثانك يو لاختيارك لإلي لحتى حبيبي اكون حبيبي. معك لا بهالحلقه. ده شرف لينا طبعا، يعني إلي الشرف لإلي يا أكيد. حبيبي، إلي الشرف عن جد اكون معك بهالحلقه. هلا المجال العقارات كتير كبير، ما له there's no limit مثل ما بيقولوا، تمام. sky your limit تمام. يعني ما فيك توقف عليه. وقلت كلمة حضرتك انت هلا انه انت مأجر ومرتاح قوي. بالظبط. انا لشو وجع راسي؟ بدك تضل مأجر طول حياتك، وتضل تدفع every month 2000 3000 اللي هو اجار، وكل سنة عم يزيد عم يزيد عم يزيد. بينما اذا بتشتري تدفع 5 سنين 10 سنين 15 سنة اللي هن بعدين بصير ينقص، بعدين بيتك مدفوع، تقعد ترتاح، تعمل أرجيلة، تقعد بالباك يارد مرتاح، ما عندك وجعة راس، ما عندك شيء. تتعب فيهم اول 4-5 سنين او 10 سنين، بس ترتاح فيهم بعدين وتريح اولادك بعد عمر طويل. صحيح. عرفت كيف؟ كلنا بالنهايه يعني قلنا نهايه الاولاد الله راد بعدنا انه بيورثوا اهلهم، كمان بيساعدوهم بيعطونا بوش. في كتير مجال قوي للعقار، يعني المجال العقارات. هلا بدي احكيك عن اشياء ما بعرف شو بدي بلش لك فيهم. يعني في كتير. هلا اول شيء المستأجر عم تدفع اجر $2000، مش عم تستفيد منه شيء انت. رايحين في الهواء يعني بس مثل ما خلاص. بقولوا هون put a toilet seat and flush it. صحيح صحيح. راحوا. انا بدفع لحد تاني المورجج بتاعي. هلا بينما اذا كنت عم تدفع مورجج، هلا هداك 2000 بس بدك تشتري بيت، هي depends على الداون بيمنت اللي بتحط. تمام. مرات تحط نص حق البيت، الداون بيمنت، تطلع المورجج تبعك اقل من 2000. تنفترض طلعت 2005 او 2007 2600 whatever، اكثر من هذيك. صحيح انت عم تنزلك $500-600 بالشهر، يعني عائله بتاثر عليها. بس يو نو وات، بدل ما تروح تاكل افري ويك اند برا، صحيح. تحط $100 صحيح. انت والعائله، خليها كل بالبيت، ظبط حالك 4 سنين بس 5 سنين. هول 5 سنين بيمرقوا ما بتحس فيهم، وبعدين عندك بيت، عندك باك يارد، تطلع انت واولاد بيلعبوا برا، تزرع لك شجره بيتك في بندوره، الاخر. تطلع لك شجره بندوره وحديقه خيار تنبسط فيهم، تمام. نعناع بقدونسي whatever. عرفت كيف؟ يعني بيتك بترتاح، نفسيتك بترتاح. بس تقطع اول 5 سنين وتجدد المورجج تاني، هونيك بتصير اخف عليك بكتير. اوكي. يعني اول شيء بتكون عندك عم تدفع يمكن 60 او 70% من الدفعات اللي عم تدفعها انترست، ودك 30% عم تدفع مورجج، يا دوبك 30 او يمكن 25. ماشي عم تدفع من البرنسبل، يعني شيء لا يذكر حسب قد الفايده عالي يعني. بس 5 سنين وبعدين بتصير تتغير. اول شيء بتكون الان، اخر 5 سنين بتصير الان. عرفت كيف؟ تفرق بتصير تنزل، بعدين بتصير هاف 50-50. احلى كتير. انا بنصح انه ريل استيت يشتري واحد البيت. يعني وانا لو عايز ابقى غني فعلا لازم اشتري بيت. لو تبقى عايز ابقى غني يعني ابقى ريتش. اذا تفكر مين الاغنياء للعالم، شو عندهم؟ ما عندهم ستوك، عندهم شويه ستوك ماركت. بالظبط. اشتري مثلا اسهم ولا اروح اشتري بيت؟
best investment on earth is earth. best investment in air on Best air. investment on earth is earth. اوكي. لا تقول لي ستوك وما تقول لي اشتري سياره وبيعها بكره وعمول وكذا. الارض is limited edition. limited edition ما في غيرها. سياره فيها بكره شركه فورد تعمل لك سياره غيرها وتبيع مليون وحده منها. صحيح. ما فيك تخترع لي ارض ثاني. صحيح. هي عم يطلعوا بالصواريخ مليارات الاميال ليوصلوا لشوف اذا في ارض فينا نعيش فيها. ما في. عندنا هالارض هون ما فيش غيرها. يعني بس تشتري، يعني انت عندك ليميتد اديشن، ما حدا في كومبيت معك الا اللي عنده واحد ثاني غير اكثر ارض. والارض اهم شيء، مثل ما عم لك بس انفستمنت اون ايرث از ايرث، لان مش معقول تنزل بتاريخ العالم كله. الارض ما بتنزل سعرها الا اذا لا سمح الله صار بركان مثلا. أو صح، في صار كارثه زلازل. طبيعيه بقى بالظبط. طب انا اقتنعت ان انا اشتري بيت، لازم يبقى عندي ايجنت. يعني ما اروح انا اختار البيت اللي انا عايزه، بيت حلو وجميل والدنيا لطيفه، ليه اجيب ايجنت ياخد عموله يعني؟ العموله ما بناخدها منك نحن اذا بتشتري ايه ده؟ بيت. انت ما بدفعلكش حاجه، لا، انت بتاخدها من اللي هيبيع. الايجنت اللي بده يشتري بيت هو ما بيدفع. هداك اللي عم يبيع البيت هو اللي بيدفع. اوكي. هيدا اكبر غلطه. اذا واحد بده يشتري بيت روح دايركت للاونر، او انا بلاقيها غلطه بالنسبه لي، او روح دايركت للايجنت تبع الاونر. فطبيعي لان الايجنت تبع الاونر بينبسط دبل ديب، عم يعمل كوميشن عليك وعليه. يعني هياخد منك ومنه. تمام. يعني اذا كان في ليك بالبيت بالبيسمنت، اذا كان في غلط بغض النظر عنه، بس اذا انا الايجنت تبعك ورحت سالته للايجنت الثاني في ليك بالهاوس، بيقول لي لا او بيقول لي يس. اذا يس او نو، ما في اللي ما بعرف يعني في سسبيشس خبريه بالظبط. ممنوع يكذب علي. لان اذا قال لي لا وعملت انسبكشن انا وسالت صاحب البيت قلت له في، قال لي ايه، انا قلت له الايجنت، ساعتها هو الايجنت تبعه بينضر. فيني اتشك عليه للبورد عنها. هيدي بتصير يعني انه لازم يكون عندك ايجنت. الايجنت عنده خبره، بيعرف وين في ليك، وين في دامج، وين في البيت انترسكشن حلوه مش حلوه. اول شيء وقت ما تشتري بيت بدي شوف، انت بتقول لي بدي هالاريا ديس انترسكشن. في بقى مواصفات، في تشيك ليست انا لازم امشي عليها. اللي بدي هالانترسكشن، هالاريا انا بحبها، اي لاف ات. حلو. عرفت كيف؟ بيجي انا بعمل دراسه عليها. انت عندك اولاد، بعرف عندك اولاد 14 و12 12 سنه او 10 سنين، بدنا نشوف لك اول شيء السكول. تمام. الدائري بالسكول على المنطقه اللي بدك تشتري فيها، بدنا نشوف الريتنج تبع السكول اذا منيحه او مش منيحه. صحيح. عرفت كيف؟ هودي كلهم الايجنت بيعطيك فكره عنهم. حتى اذا انا ما اعطيتك فكره انت تجيبها كمان على everything موجود على اونلاين يعني. صحيح. يعني هيدا اهم شيء بالسكول. بيرجع تاني وحده مثلا شغله تاني، الجروسري. اذا قطعت من الخبز او قطعت من الحليب، بدك تشتري حليب، ما بدك تسفق مشوار مثلا ساعه لتشتري حليب تقعد تكون قاعد باخر الدنيا. بده يكون مثلا شيء قريب عنك 5 minutes 10 minutes، مترو، لونجوز، لو فريلز، whatever، شوبرز دراج مارت. هودي كلهم بتشوفهم تاخذهم بعين الاعتبار انه يكونوا قريب لك. موضوع البحري والابلي عارف دايما يقول لك انا بفضل انا شخصيا بحب يكون الباك يارد على الايست. على الايست عشان تشوف الشمس ولا ما تشوفش الشمس؟ لان تيجي من البيت من الشغل تعبان، ما تلاقيش الشمس عندك بقى. عرفت كيف؟ تطلع على الباك يارد بالصيفيه هون لتغيب الشمس لها 9:30 10 سمتايم 9:30. صحيح. يعني ضل صفقتك الشمس على راسك اول افترنون بتفوت تقعد جوا. صحيح. انا اول بيت اشتريته كان على الباك يارد على الويست. واكلت الضرب. عذاب طبعا. ما كنت ايجنت، ما كنت بعرف. ثاني بيت صار بالعكس. هلا بتيجي بعد الظهر، عرفت كيف؟ في عندك ما في شمس، يعني تقعد مرتاح مش مشوب. لان الصيفيه بكندا كثير هات. طب صحيح. عرفت كيف؟ ما فيك تحط اير كونديشن. بيشغل اير كونديشن كمان. برا فيك، جوا فيك تحط، بس برا ما فيك تحط اير كونديشن. صحيح. فضل يكون قاعد بالفايك، شي شجره حلوه مع سويمنج بول اذا بدك او شيء. انا هيك بفضل. هلا في اشياء ثانيه كمان، اذا عندك اولاد صغار بعدهم بال 6 7 years old 5 years old 3 years old، بفضل يكون عندك بيت مع سايد واك قدام البيت. ليه بقى؟ السايد واك صار هيدا الجايد للاولاد، بس يطلعوا يلعبوا برا. دونت كروس ذا سايد واك. يعني عندك بين السايد واك والطريق عندك بافر زون، عندك 5 6 10 فيت. صحيح.
يعني مش على طول على اذا الشارع. اذا ركض الولد تركض انت تلقطه صحيح. بعدك بالاريا عندك بارضك. ما فيك تركض اذا ركض على الطريق، يعني صار اذا عم يلعب على البسكليت خلاص على الشارع. صار دغري على الشارع برا، اذا لا سمح الله سياره ما صحيح. يعني صحيح. هيدي صار في عندك بافر زون. اذا كانوا اولادك بالفور 5 years old يعني فاميلي صغيره بعدها اوكي هيك بفضل يكون في سايد واك. هلا اذا كانوا اولادك ماتشورز وكبار وكذا لا ما بدي سايد واك عشان لايبيلتي بقى لحتى وشيل توقف التلج مور دبل كارز طبعاً. بتوقف وما بدك عالم يمرق قدام الباب صحيح. عندك. صحيح. عرفت كيف؟ طب دلوقتي انا لما اجي اشتري بيت انا دايما بسمع موضوع الفيكسد انترست والفاريبل انترست. انا عارف ان ده ممكن يكون شويه يعني تحت السكوب بتاع البروكر، صح؟ مورجج بروكر. مورجج بروكر، بس من يعني كنصيحه او كرأي شخصي. كخبرتي انا خبرتك بالظبط. بس مش نصيحه ما تاخذها مني. يعني خبرتك من خلال خبرتك. بس انا بفضل شخصيا اذا انا موظف بشركه فلانيه عم بقبض $1000 تمام. ومرتي عم تقبض $1000 هيدا عندي هيدا فيكس انكم ما فيني غيره لا عم صحيح. يزيد ولا عم ينقص. صحيح. بهالحاله اروح للفيكسد. بفضل احط المورجج تبعي فيكس لحتى بعرف انه بعمل البادجت تبعي. عندي $2000 every month، عندي المورجج $1000 وعندي مصروف جروسري $500 ودرر كار ميك سنس. هيك تعملها. دخلي ثابت يبقى انا ادخل في فاريبل ثابت، سوري ادخل في انترست ثابت. اوكي. لان اذا كان عندك هلا شركات وعم زت انكم عليك وجارانتي في مصاري عم تجي كتير مش فرقانه معك اذا طلعت بيمنت او نزلت بيمنت. عرفت كيف؟ تروح للفاريبل. تروح الفاريبل. لان الفاريبل مرات بتوفر مصاري اكثر، مش كل مره، بس الفاريبل مرات بتوفر احلى، بس مش كل مره بتزبط. بس عشان انت دخلك مرتفع يعني سوري بيتغير، فانت تروح برضه للنسبه للفايده المتغيره. اذا دخلك لان انت لو الدنيا عليت فانت غالبا اذا دخلك مش متغير بس ممكن انت واثق من دخلك انه عم يجي انكم كتير. تمام. مثل هلا نحن كريل ستيت ايجنت اوكي نحن عندنا اليوم في وي سولد هاوس تنقول انت بتشتري بيت، اشتريت لك بيت، انا نكست داي ام unemployed مش عم بشتغل. I have to hunt for another buyer. ما هيدا دخلي انا مش ثابت. عرفت كيف؟ بس عندك ناس مثلا تنقول شوفير تاكسي او تنقول مثلا بيشتغل على السيلز بيرسون بالسيارات. صحيح. او هودي دخله مش ثابت. بس الموظف في شركه مانجر عم يقبض هالقد. فهمت عليك. او بتم هورتنز عم يقبض هالقد. ما فيك تحط حالك يعني مش يعني ليها حالات خاصه. تمام. هذه القصه. هل في وقت مناسب للشراء؟ اكيد. ولا كل وقت ينفع الواحد يشتري فيه؟ لا اكيد في وقت مناسب. اوكي. يعني هلا اقول لك شيء، اذا اولادك هلا خلصوا الهاي سكول بنروح على اليونيفرسيتي. عرفت كيف؟ ما فيك تروح تشتري مثلا انت بالجانيوري، عرفت كيف؟ وتنقل بالجانيوري وابنك بعد سنه ونص بنقل على اليونيفرسيتي تروح هلا تاخذ تحط تشتري بيت حد اليونيفرسيتي. عرفت كيف؟ بدك تضل انت حد السكول تبعك، سكول زون تبع الاولاد تبعك. والترانسبورتيشن يعني باص وين في نقليات لا ترين لبنتك بعدين او ابنك يروح على الجامعه. عرفت كيف؟ هاي نوع. هلا عاده افتر كريسماس نيو يير بالجانيوري فبراير بتصير العالم بلش تتحرك تشتري. تمام. عرفت كيف؟ بالصيفيه بيشتروا قبل لان بيعملوا كلوزنج جون جولاي بالصيفيه او اوغست ماكسيموم بيكونوا نقلوا على البيت سبتمبر ببلش السكول. اوكي. هيدي كمان في ناس بتاخذها هيك، في ناس مش فرقانه معها اولادهم معهم سيارات اوكي بينقل اني تايم بيشتري اني تايم. يعني هي مش بس معتمده على الانترست ريت، مش معتمده على السوق راكد او طالع او نازل. اكيد طبعا هي عوامل. هلا وقت دلوقتي مثلا هلا سوق لابد ما في شيء. اوكي. هلا اللي معه مصاري ومش فرقانه معه هلا وقت يشتري يس. لان الفايده قلت قوي انا سمعت يعني. هلا الفايده نزلت كثير حلو، بس البنك بعده على العالي شوي، بعده شادد ايده البنك، بعده مسكر الحنفيه مش عم بيفتحها شوي وبيعطيك شوي. كان بالزمانات مثلا يتصلوا فيك تاخذ مورجج، هلا لا انت بتروح لعنده. ايام زمان بيعمل خير. عرفت كيف؟ كنت تروح لعندهم كان يفتح لك فلجك سجاده حمراء ويحط لك قهوه وكذا، اهلا وسهلا تفضل بدك مورجج. هلا لا شو معك فرجيني شو معك. نو ما عرفت كيف؟ كثير مسكر لان الايكونومي عم تهز. مش عارفين اذا بخصوص الاشياء اللي عم تصير، الحرب اللي عم تصير بين لبنان
اوكرانيا وروسيا بين روسيا واوكرانيا صحيح. والحوار بتاع امريكا كل ده بيأثر. هلا امريكا اللي عم يصير انه ترامب عنده هالاشياء. هلا مش ضد هيدا او ضد هيدا انا، بس عم يحط ضرائب علينا، يعني حرب اقتصاديه. هيعمل ريسيشن، هي حرب اقتصاديه. هيعمل بس نحن انا بعتبرها كلبناني وكعربي ان جنرال، نحن معودين على الاشياء. اللي في شي بلد عربي اقتصاده قوي متعودين على الكساد من زمان يعني. صحيح، يعني معودين زمان يعني هيدي بالنسبه لنا نشربها عادي يعني شاي. حديث شيق جدا جدا. فانا بس ايه، محتاجين ناخد بريك، نروح نفطر غدا جدا، يلا روق حلو كده بما ان انا صايم وريقي ناشف يعني. نشف فين. هروح بالظبط، هروح ناكل ونرجع. وخليكم معانا عشان الجزء الثاني بجد في معلومات كتيره جدا برضو احنا ما خلصناش، في ارقام عايزين نتكلم عليها، وفي حكايات كتير هتبقى معانا مع استاذ غسان داغر. خليكم معانا ونرجع لكم تاني.